السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعلم الترجمة من الصفر. الفيديو ده قبل ما تقول ده قطعة هنترجمها بالعربي وزيها زي غيرها، أبدا. القطعة ديت هنشرح فيها، هنتدرب فيها على الترجمة والقراءة، هنتدرب فيها على تركيب الجملة باللغة الإنجليزية وهنشوف هو كتب الجملة إزاي. هنتدرب فيها على صفات الملكية، يعني لو كتابي، كتابك. هنتدرب فيها على ضمائر المفعول، يعطيني، يعطيك. هنتدرب فيها على تحويل الفعل إلى اسم. هنتدرب فيها على المضارع البسيط. هنتدرب فيها على استخدام أدوات الاستفهام كضمائر ربط، يعني عندما، حيث. بص، هي تدريب عام شامل، يعني بجد هتستفاد منها بشكل كبير جدا. وحتى لو انت مستواك متقدم اعتبرها تدريب لك واختبار لمعلوماتك. ويلا بينا نبدأ على بركة الله بعد ما تسمعوني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ. القطعة دي بتتكلم عن البيئة اللي هي الانفايرمنت. خلاص، تعال معايا. بيقول لك it is important to. it is important to. طيب، ده كده مصطلح على بعضه كده، معناه عشان بس من المهم أن، مش هنتكلم فيه في تراكيب، لا. انت المصطلح ده، انت لو بتتعلم لغة انجليزية احفظ المصطلح ده. من المهم أن، وتحط بعده ايه؟ فعل، اي فعل. زي هنا مثلا live، يعيش. يعني it is important to، انه من المهم أن، انه من المهم أن نعيش، live. طب عايز أقول إنه من المهم أن مثلا نشاهد، it is important to watch، نشاهد. إنه من المهم أن نذهب، it is important to go. يبقى إذن سيادتك أول حاجة في قطعة الترجمة حفظ التعبير ده، expression كده على بعضه احفظه. it is important to، إنه من المهم أن، وحط الفعل اللي أنت عايز تتكلم فيه في المصدر. طيب لو أنا دلوقتي عايز أقول لسيادتك، أنا عايز أقول إنه من المهم أن نذهب، هتقول لي it is important to go. طيب عايز أقول لسيادتك إنه من المهم أن نسافر، it is important to travel. إنه من المهم أن نذاكر، it is important to study. خلاص، ثبت ده. يبقى it is important to live، إنه من المهم أن نعيش. a healthy life. طيب حلو، كلام جميل. التنهيدة دي هنا قابلتنا حاجة اسمها الصفة تسبق الموصوف. إنه من المهم أن نعيش life، a healthy life، حياة صحية. طيب ركز معايا بقى، يعني ايه الصفة تسبق الموصوف؟ في الانجليزي، في العربي انت بتقول عربية حمراء، عربة حمراء، مش عربة الأولى الصفة بتاعتها بعدها حمراء. لما تيجي تصفها بالانجليزي مش هتقول مثلا كار ريد، لا، الصفة تيجي قبلها تقول ايه؟ أريد كار، أريد كار. يعني بالعربي بتقول ولد طويل، هذا الولد الاسم اهو والصفة بتاعته جت بعده. الانجليزي الصفة تسبق الموصوف، تقول ايه؟ أتول بوي. بالعربي بتقول بنت جميلة، بنت جميلة. بالانجليزي هات الصفة بتاعت البنت الأول، a beautiful girl. فهو الراجل هنا بيصف الحياة اللي هي صحية. خد بالك، أولا دي اسمها live بمعنى يعيش، أما دي life حياة. خلاص، دي حياة. وبرضو كلمة live بمعنى يعيش، لو نطقتها لايف تيجي بمعنى مباشر، يقول لك المباراة ديت لايف، مباشر. إذا دي تتنطق live بمعنى يعيش، لو نطقتها لايف بمعنى مباشر، لو نطقتها alive على قيد الحياة. بص اهي، لو قلت على دي live معناها يعيش. طب لو قلت لايف نفس السبلينج معناها مباشر. لو قلت alive معناها على قيد الحياة. فالكلمة دي مطاطة شوية. أما لايف بالإف معناها حياة، دي اسم حياة. طيب أنا بقول حياة صحية، فبالعربي حياة صحية، أنت بتصف سيادتك الحياة إن هي صحية. بالإنجليزي صحي healthy، وتجيب صحي الأول وبعدين حياة، يبقى healthy life، a healthy life. على بعضها بقى كده it is important to، إنه من المهم أن live نعيش a healthy life،
حياة صحية. خش على الجملة اللي بعدها. ولكن دعما منك للقناة وان الخير ده ينتشر لأكبر عدد ممكن، فما تنسوش الإعجاب الجميل ومشاركة الفيديو لأكبر عدد من أصحابكم، ويلا بينا نبدأ. The environment البيئة. The environment يعني البيئة. The environment. كده بدأت جملة. في قاعدة عندي بتقول لي في اللغة الإنجليزية عشان أنا هحتاجها. طب تعال نكمل الأول. The environment is تكون the place تكون مكان أو المكان is the place. طيب وهنا يجي السؤال عشان نعرف تركيب الجملة باللغة الإنجليزية. أنا ليه ما قلتش على طول the environment البيئة the place المكان where حيث we live نحن نعيش؟ ليه قلت the environment البيئة is the place؟ هقول لك لأن الجملة باللغة الإنجليزية لازم يجي الفاعل اللي أنت بدأت بيه، ولازم يجي فعل زائد بقية الجملة، بس لازم يبقى عندي بعد الفاعل دهوت يجي بعده إيه؟ فعل. زي مثال لو قلت لك هو يلعب هتقول لي هي بلايز شغال 100 100. هو يستطيع هي كان شغال 100 100. هو هنا هي هير هقول لك مش 100 100 غلط. هي هير غلط. ليه؟ لأن هنا الفاعل مش بعده فعل، ده هير ده ظرف ما ينفعش. قال لك لما ما يكونش في فعل هتجيب من ام واز وار. لما يكون بيتكلم في المضارع ايه بتاخد از، يبقى لازم تحط از غصب عنك. طيب هو في البيت، هو في البيت هتقول لي هي مثلا، او هو مثلا في المدرسه هي ات سكول. هو فين؟ في المدرسه. الجمله كده برضو غلط لان هو فاعل. الفاعل لازم يجي في الجمله الانجليزيه بعده ايه؟ فعل. مفيش فعل، ده جه اسم. ساعتها نروح على طول نركب اول طياره ونجيب من ام واز وار. هي تاخد از ولا ار؟ تاخد از. هي از ات سكول. طيب بالمثل هنا البيئه الفاعل اللي انا بدات بيه الجمله ذا انفايرمنت البيئه. البيئه لازم يجي بعدها فعل، يعني فعل. بص معايا، قال لك البيئه. لو قلت هنا قلت ذا بليس المكان، كلمه مكان اسم، ينفع الفاعل يجي بعديه اسم؟ لا. طب هنجيب ايه؟ هنجيب فعل من ام واز وار. هنركب اول طياره. طيب البيئه اصلا لو انا عوضت عنها بضمير تبقى ات، او هي مفرد تاخد از ولا ار؟ تاخد از. فهو حطها لك اهو. خلاص يبقى the environment is the place المكان. where هنا بمعنى حيث، أداة ربط زي ما أنا قلت لك هنتكلم برضه عليها. طيب حيث أداة ربط علشان قبلها مكان. طيب لو كان قبلها زمان كنت أقول عندما. كانت وير بدل وير كانت تبقى وين. يعني مثلا هنا زمان yesterday بالأمس، وين كنت أقول وين. طيب لو قبل وير دوت شخص عاقل، يعني محمد، فمحمد الذي كنت أقول هو الذي للعاقل. أدوات الاستفهام هو which where when. امتى بربط بين جملتين؟ يعني بربط بين جملتين بينهم. تعال معايا هنا كده مثال اقول لك هي is علي. حط أداة ربط بلايز تنس، يلعب تنس. هقول له علي، اربط جملتين يبقى علي عاقل، نحط هو بمعنى الذي، اي فاعل عاقل. طيب لو قلت لك مثلا it is a rat هو يكون فار، نقط eat a lot الفار بياكل كتير، يبقى الذي او التي للغير العاقل which كنت احط له which. طيب لو كان اسم مكان زي بليس مكان، او المدرسه، او اقول له حيث المكان وير. لو كان زمان زي يسترداي اقول له متى للزمان وين، كنت حطيت وين. خلاص ماشي. طيب هنا خلاص عرفنا حطينا وير لان قبلها اسم مكان، فلازم اربط بحيث المكان وير. تاني the environment البيئه is the place تكون المكان، where حيث we live نحن نعيش. الجمله كده بدات بالفعل اهوت، وده لف جه بعدها لف فعل، ان تعدي ما نجيبش ولا ام ولا از ولا ار. طيب we must نحن يجب، برضو يجب فعل جه بعدها، الجمله شغاله 100 100. must بي وراه الفعل في المصدر. we must keep it نحافظ عليها. ادي عايده على مين؟ على البيئه، نحافظ عليها. وهنا هنتكلم في حاجه اسمها ضمائر المفعول. ازاي يساعد؟ يعني ايه؟ هيلب. لو محمد
هو عايز يقول يساعدني انا، يبقى تتحول الى مي، يبقى help me. طب يساعده هو help him، يساعدها هي help her، يساعدهم هم help them، يساعدنا نحن help us، يساعدها الغير العاقل help it. زي هنا يحافظ على البيئة، البيئة هي it في ضمائر المفعول بتبقى it. انا براجع معاك اهو، يبقى we must keep it، نحافظ عليها. خلاص، نحافظ عليها ايه؟ clean، نظيفة. to be healthy، لتكون صحية. طيب ايه بي دي؟ بصوا، تكون ام او از او ار، بس تو بتجيب المصدر من الفعل. في تكون مع تو لازم تجيب المصدر، والمصدر من ام واز وار بي. to be healthy، ان تكون البيئة صحية. when، عندما، هذا أداة ربط بمعنى ايه؟ عندما. بلاستيك، البلاستيك اللي هو الاشياء البلاستيكيه stays، تبقى، لان البلاستيك هنا ممكن نقول ات بتحط الفعل اس، اهي حاطه اس، الجمله صح 100%. بلاستيك stays، يبقى. in it فيها، اي في البيئه، ما قلنا in it فيها. there is، هناك، يكون. a big problem، نفس النظام. a big problem بصف المشكلة ان هي كبيرة، بقول لك مشكلة كبيرة، يبقى ما اقولش a problem big، لا a big problem. ايه a big problem، مشكلة كبيرة. يعني لما يكون البلاستيك، الشنط البلاستيك موجودة بتعمل مشكلة، طبعا زبالة وعدم نظافة، فمش عايزين نستخدم. قال لك we must، نحن يجب، فعل must بيجي وراء الفعل في المصدر. we must try، يجب ان نحاول، ان to use، نستخدم other materials، مواد اخرى. طبعا انا بصف المواد ان هي اخرى، فother تيجي قبل اخرى. واحد يسالني السؤال هنا يقول لي ايه؟ في كلمه بتبقى بدل other another، يعني بتبقى حاطط قبلها كده ان، وهي بالظبط ومعناها اخرى برضه. ليه ما قلتش another materials؟ هقول لك لحظه. لما تكون اللي بتوصفه جمع بتستخدم other، لما تكون اللي بتوصفه مفرد بتستخدم another. يعني انت عايز تقول قلم اخر تبقى تقول another pen عشان القلم مفرد. طب اقلام اخرى، اقلام بنز، ما تقولش another pens، قول other pens. خلاص، يبقى اذا other مع الجمع، another مع المفرد. طيب قال لك we must، نحن يجب try to use، ان نحاول ان نستخدم other materials، مواد اخرى. like، مثل، like هنا بمعنى مثل. paper and glass، الورق والزجاج، لان الورق سهل يعني بيدوب بسرعه، الزجاج بيبقى نظيف، لكن البلاستيك بيعمل مشاكل فعلا كبيره للبيئه. طيب الجمله اللي بعد كده we must، نحن يجب use، نستخدم our shopping bags، حقائب التسوق. يعني ايه؟ الشنط اللي احنا استخدمناها يجب ان احنا نستخدمها. ايه بقى؟ خد التعبير ده برضو احفظه كده بالله عليك. more than once، اكثر من مره. more than once يعني بيقول لك الشنط البلاستيك اللي انت اشتريتها ديت ما تاخدش الشنطه تقعد ترمي وتجيب شنط كلها مترميه، لا اغسل الشنطه واستخدمها اكتر من مره. فاحفظ التعبير ده more than once، more than once. طيب في هنا تركايه، قال لك we must، نحن يجب use، نستخدم our shopping bags، حقائب التسوق. طيب التسوق ده اسم مش يتسوق. شوب تيجي بمعنى محل، شوب يتسوق. ايه اللي خلى يتسوق بقت التسوق؟ هقول لك باضافه الاي ان جي بتحول الفعل الى اسم، زي مثلا ياكل eat، eating الاكل، يدرس teach، teaching التدريس. انا عايز اقول حقائب يتسوق ولا حقائب التسوق؟ التسوق، فبحول الفعل الى اسم باضافه اي ان جي. تعال بقى نقراها كده مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. It is important to، ده مصطلح يتحفظ. live، تعيش. a healthy life. the environment، البيئة. is the place، المكان. where we live. we must keep it clean. to be healthy. when plastic stays in it، يبقى فيها. there is، هناك يكون. a big problem، مشكلة كبيرة. we must try to use another materials، مواد أخرى. like، مثل paper and glass. we must use our shopping bags، يجب أن نستخدم حقائب التسوق. المصطلح الجميل more than once، أكثر من
مرة. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.